اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه فادي عضلات. طبعا يا جماعه انا لو ما قلتلكوش ان دي اكله بيتي كنت هتفكروها اكله من المطاعم، لان بصوا يا جماعه، يا بصوا معموله ازاي. ده اللي متهيألي المطاعم نفسها ما تعرفش تعمل كده. طبعا يا جماعه الناس اللي شافت معايا الفيديو اللي فات، في الفيديو اللي فات كنا بنجرب اللي هو السمك البوري المبطرخ. سمك بوري مبطرخ، وكان في بطارخ قد كده، حاجه يعني وحوش يعني. فطبعا لو تفتكروا يا جماعه، بالمناسبه يعني عامه اللي ما شافش الفيديو دوت انا هسيب لكم في البطاقات او في شاشه النهايه. طبعا كنت قلت لكم يا جماعه في الفيديو دوت ان احنا في نهايه موسم البطارخ، يعني خلاص الموسم كان وقتها على وشك ان هو يخلص. وكنت قلت لكم ان ساعتها بقى بيعملوا ايه، بيبداوا بقى عايزين بقى قبل ما الموسم يخلص عايزين يستفادوا بالبطارخ لوحدها. بيقوموا بقى ايه، مفرغين السمك من البطارخ عشان يبيعوا البطارخ لوحدها بالكيلو، بتبقى باسعار عاليه جدا. يعني الكيلو تقريبا حسب ما سمعت وصل باين ل 600 جنيه او حاجه زي كده، ويبيعوا السمك بقى لوحده كايه، كفوارغ. صدقوا كنت بفكر اسمه فوارغ مش عارف، احنا بناكل فوارغ ورق يعني، حاجه غريبه يعني. فوارغ يعني ايه؟ يعني متفرغ، متشال منه البطارخ. طبعا بقى باسعار ارخص بقى بكتير، يعني مثلا لو الكيلو المبطرخ بيوصل 160 120 150، تلاقي الفوارغ 60 70، حاجات في الرينج ده. تمام. فالنهارده يا جماعه انا بقى هجرب لكم سمك الفوارغ، ومش قادر اوصف لكم يا جماعه، انا بحب الاكله دي. انا بموت في حاجه اسمها فوارغ يا جماعه. عشان كده يا جماعه رشقوا الفيديو ده باللايكات، فجروا الفيديو ده باللايكات يا جماعه، عشان بامانه يا جماعه، بجد الموضوع فعلا يعني السمك فعلا رهيب 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 يا جماعه. تمام. طيب وطبعا يا جماعه اللي مش مشترك بقى في القناه بقى اشترك. تمام. طيب انت للوهله الاولى فعلا لو شفت المنظر ده هتقول دي وجبه جايه من مطعم. بصوا معمول ازاي. تمام. وفي معانا رز ابيض بالشعريه، بس الرز ده ايه يا جماعه، مفلفل قوي بقى، مش اللي هو المعجن كده، لا. اظن حاجه سيمه يعني. وكمان معانا ايه يا جماعه، معانا سلطه خضراء برضو كالعاده، دي اساسيه يا جماعه، دي ما ينفعش ما تكونش موجوده. وعشان ده سمك مقلي ما ينفعش من غير طحينه. وعشان ده سمك ما ينفعش ما نحليش. لازم يكون معاه موز يا جماعه، ده اساسي ما ينفعش. تعالوا بقى قبل ما نبدا افرجكم على الجمدان ده من فوق، اسقاط جوي بقى. صدقوني يا جماعه بجد بقول لكم بامانه، انا مهما اوصف جمدان الاكل دي مش هعرف اديها حقها يعني. بصوا يعني ايه. ايه يا جدعان، بصوا جزلة السمك عاملة ازاي. اوف اوف اوف. ولا يعني. وبصوا بقى من تحت بتبقى عاملة ازاي. مش عارف اوصف، بموت فيها. بحب حاجه اسمها. وبعدين الميزه بقى ان الفوارغ دي بتبقى مقليه، انا اصلا بعشق حاجه اسمها سمك مقلي. تعرفوا ان انا بحب اصلا السمك المقلي اكتر من المشوي بكتير كمان. جميل، يكفي ان انت بتاكل على طول من غير ما تقشر. بجد يا جماعه حاجه، يا جماعه بجد مش قادر اوصف لكم جمدان. انا عايز افتحها من النص كده وافرجكم. لا يا جماعه، لا مش كده ابدا، مش معقول. بصوا المنظر عامل ازاي. ايه يا جماعه ده، يا جماعه يعني ايه ده يا جماعه بجد. بصوا المنظر من جوه بقى عامل ازاي، واللحم الابيض بقى والحاجات الحلوه ديت. بس طبعا لازم نشيل الشوك، ما ينفعش الحماس الزايد ده ياخدنا. اشمر بقى يا جماعه الاكل اللي انتوا عايزه تفضلوا معايا يا جماعه. بصوا الفص وجمدان الفص، بصوا الفص وجمدان الفص عامل ازاي يا جماعه بجد. يعني انا مش عارف اوصف جامده قوي جامده قوي. انا قلت كم مره جامده قوي يا جماعه. يعني ايه، يعني بجد حاجه يعني.
يعني يا جماعه، ولا الرز اللي بالشعريه بقى يا جماعه. انا قلت النهارده اغير، لان انا جربت لكم قبل كده كتير رز بال بالمكسرات، اللي هو الرز البني ده بالمكسرات. فقلت النهارده بقى اجرب لكم رز ابيض بالشعريه كتغيير بقى. بس انا يا جماعه، انتوا تصدقوا ان دي اكله معموله في البيت؟ انا منبهر جدا. يعني بصوا يا جماعه الاكله وجمدان الاكله معموله ازاي. اللي يشوف الاكله يا جماعه عمره ما يتوقع ابدا ابدا انها معموله في البيت ابدا. رهيبه. دي لازم طحينه يا جماعه، لازم طحينه. شوف الطحينه دي، اللي يشوفها يقول طحينه مطاعم اصلا. حتى بصوا محطوطه في العلبه ازاي، رغم كده معموله في البيت. انا اللي عاملها، صدقوني يا جماعه. لا وبصوا تخينه ازاي. ده انا عايز اقول لكم دي احلى من طحينه المطاعم اصلا. بصوا، فاصلا فعلا احلى حتى من طحينه المطاعم بكتير كمان. يعني يا جدعان يا جدعان، بصوا النص التاني برضه عامل ازاي. اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات يا جماعه، بتحبوا الانواع دي من السمك ولا لا يا جماعه. انا بجد مش عارف يعني ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه والطعامه دي يعني. والرز يا جماعه رهيب رهيب، الرز بالشعريه رهيب رهيب. تعالوا بقى، ايه احنا خدنا حته، مش عايز اقول صدر وديل، ايه صدر السمكه دي يعني مش عارف. خدنا حته من بطن السمكه، ناخد بقى حته من الديل. اوف بصوا يا جماعه الديل، الديل وحش. يا جماعه انا بس بسمع كلمه فوارغ دي بنتعش، اسمع بس الكلمه فوارغ. يا الكلمه يعني بقى. يعني تعالوا افرجكوا على حته، لقطه سينمائيه، لقطه سينمائيه، لقطه سينمائيه مية مية. بصوا يا جماعه، ايه ده؟ السمكه عامله قلب اساسا. بصوا يا جماعه الحلاوه، بصوا يا جماعه. طب ايه، طب ايه، جميله، رهيبه جدا. عارفين بحسها ايه؟ بيبقى فيها شبه على خفيف من سمك معين كده. لو جدعين تقولوا بس، قبل ما انا اقول يعني هديلكوا فرصه الاول. بصوا الفص تاني. يلا الجدع يقول. فيها شبه قوي الفوارق من سمك معين. اقول انا، خلاص اقول انا. تمام، من اللوت. رغم ان اللوت بيبقى اتخن بكتير، بس الفكره ان الفوارغ عشان بتبقى اصلا سمك كبير جدا، يعني ما هواش البوري الصغير بقى، لا بيبقى بوري كبير اصلا على الاغلب. يعني بيبقى بوري كبير كده، فلما بيتقطع جزل بيبقى اللحم سميك جدا زي اللوت، ولو انه مش في ضخامه اللوت. اروع سمك فيليه طبعا اللي هو اللوت، ده حاجه تانية. اللوت اصلا هو ده اصلا ما يعتبرش سمك فيليه، لان في شوك كتير زي ما انتم شايفين. بس اللوت بقى بيبقى فيه دوبك حاجات عظم كده بسيط، فبيعتبر. فهو اللوت طبعا احسن، بس ده يعتبر مقارب قوي قوي للوت، قوي جدا، مقارب جدا يا جماعه للوت، مع اختلاف الطعم طبعا. بس يا جماعه حاجه سيمه. انا عايز اوريكم لقطه سينمائيه بقى. الفيديو ده يا جماعه المفروض يعني ما يبقاش فيديو يوتيوب، ده فيديو سينمائي مش يوتيوب ابدا. ده يوتيوب ايه؟ ده فيديو يتحط في التلفزيون ده الله. انا عايز اكل الخضره اللي تحت السمك يعني. ده الخضره دي بقى يا جماعه
تتحط كده. استنوا بس اجيب السمك عشان يبان في الكاميرا. الخضرة دي بقى لما تتحط ويتفصص عليها فص سمك. استنوا نرجع بقى للايه، بصوا القطعة دي رغم ان هي صغيرة بس حلوة قوي. بصوا يعني رغم ان القطعة دي بصوا صغيرة بس حلوة قوي. بحب القطعة اللي بتبقى نهايتها مسطحة كده، يعني مش عارفة اللي بتبقى جزلة من نص السمكة، ولا هي من ناحية الراس ولا هي من ناحية الايه، الديل. بحب قوي القطعة اللي بتبقى كده دي بالذات يا جماعة، بموت فيها بموت فيها. وبتديني احساس بقى الفوارغ دي اكتر قطعة. اوف لا يا جماعة يعني بجد، يعني انا يعني قلبي لا يتحمل، قلبي الصغير لا يتحمل هذا المنظر ابدا. ايه يا جماعة، ايه يا جماعة، انا قلت كم مرة ايه يا جماعة. والله يا جماعة ده انا هعمل لكم لقطة بنت لذينة. هنحط شوية الخضرة على الرز وفوقها السمكة وفوقهم حبة طحينة. اوف لا ما يا جماعة خلاص ولا كلمة بقى خلاص. بقي بقي مش جايبها كلها. انا كده هاكل مناخيري معايا يا سيدي. ده ممكن اعمل حركة صايعة قوي. ممكن اقوم كابب شوية خضرة وسط السلطة كده، السلطة بقت حاجة تانية خالص بجد. مع ان الطعم بقى غريب الصراحة. لا بلاش عك. بصوا يا جماعة، بصوا بقى دي، بصوا بقى الوحش اللي جاي ده. واه واه وحش حرفيا، ده وحش يا جماعة، حرفيا وحش. بصوا التومة وهي جوه السمك. بجد يا جماعة اللي ما جربش الفوارغ فايته كتير جدا جدا جدا. السمك البوري المبطرخ والفوارغ دول حاجتين يخشوا في الدماغ، مش ما يطلعوش، بيخشوا يخرم كده الدماغ ما يطلعش منها ابدا. بصوا ايوه بقى. بالمناسبة يا جدعان كان في فيديو حلو. بصوا الحركة دي في مطاعم بتعمل كده. ما انا بقول لكم مش هتقدروا تفرقوا بين الاكل المطاعم والاكل البيتي في الفيديو ده. اكتبوا لي يا جماعة في الكومنتات ايه اكتر نوع سمك بتحبوه مقلي. يعني انا عن نفسي برضو يا جماعة من الانواع اللي بحبها جدا البربوني، اللوت طبعا ده العشق، والسلمون لو تفتكروا مره جربته من المطاعم. بس انا عايز اتكلم عن الاسماك البيت يعني عامه. برضك بحب الغطيان او اللي هو السيوف، حاجه روعه برضك. بس لما يكون مليان شويه لان في سمك منه بيبقى رفيع قوي ما بيبقى صعب. يا لهوي يا جماعه.
احنا في ناس بتجيلنا مخصوص يا جماعة من محافظات تانية لبورسعيد عشان يجربوا السمك، عشان يروحوا سوق السمك مخصوص. في رحلات بتيجي مخصوص يا جماعة من المحافظات لسوق السمك، لان احنا يا جماعة احنا مشهورين بالسمك، عندنا انواع مهولة من السمك. ما عادش الا حتة صدر وديل. بصوا بردك الصدر ده، طب الصدر بقى ايه يعني، افتحه واوريهولكوا. بصوا الصدر ده، ما انا مش عارف يعني اسميه ايه، فهو مش لاقي اسم غير كده الصراحه يا جماعه. معلش يعني ما. يا سيدي الله يا سيدي. ايوه بقى. لا دي عايزه لقطه طحينه، دي عايزه حته طحينه دي، واحط بقى حته كبيره وعليها طحينه بالحاجات اللي هي الخوف. لا 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 لا، محدش يقول لي بقى يا جماعه، لا يا جماعه. نختم بقى بالديل ده. اوه. يعني خلاص بقى بنشطب يا جماعة. هتجهز. حاجة قمة في الروعة، روعة. أحل بقى بالموز. السمك يا جماعة، أحلى فاكهة تتاكل بعد السمك هي الموز. الموز عشية. الموز ده حلو أوي يا جماعة.
مش قادر بطني نفخت. حد فاهم انا بقول ايه اساسا؟ فاكر الحركة دي؟ دي بقى هتقول لي طب يا فادي ايه الهدف من الفيديو ده؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك.